لك الحمد يا الله كم شدني وجد بحمدك إجلالا لك الشكر والحمد. لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان ما لا تسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشيان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد. وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد. ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد. وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد. على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد. وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد. ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. ثم أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا هذا وكل لقاءاتنا لله وفي الله. نلتقي على ذلك ونفترق على ذلك ونلقى الله بذلك. يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم أما بعد، موضوعنا يتركز تماما مع القرآن. وقد ابتدأت بقصتي مع شيخي في صحبة القرآن، ولا بأس من أن أواصل صحبتي مع القرآن تبعا لوصية الشيخ حقي رحمه الله. بدأت أحاول أن أصاحب القرآن. ولاحظوا كلمة أصاحب. مصاحبة القرآن تقتضي أدب، لأنه مش معقول واحد يصاحب واحد وما يتأدبش معه، ولا ما يطلعوش أصحاب، يعني بيحصل افتراق في الصحبة. ولفتة قرآنية هنا في سورة الكهف. تجد في المثل اللي بسورة الكهف اللي يقول ضرب الله مثلا رجلين، بداية القصة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل. هذه القصة أو المثل ذكرت صاحبه مرتين. الأولى في قوله تعالى قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. لو لاحظت الرسم القرآني للكلمة بتجدها كلمة واحدة، صاد وحاء وباء وها مترابطة ما فيش ألف. بينما صاحبه الثانية مفصولة، صاد ألف حاء باها. حصل فرق في الكلمة. يعني لو لاحظت الرسم، طبعا كما تعلمون الرسم المصحفي توقيفي، الرسم المصحفي توقيفي. فتستغرب ايش اللي حصل، ليش صاحبه الأولى كتلة واحدة وصاحبه الثانية في بافتراق؟ لأنه حصل افتراق عقدي، حصل بينهم افتراق عقدي. صاحبه يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب، فعبر القرآن الكريم بالرسم عن هذا الافتراق بفصل الكلمة ليبين أن الصحبة تقتضي الاتصال الدائم، يعني ما يحصلش فيها أي نوع من الافتراق. فتخيل في الأخير أنك تصحب كريما. القرآن اسم القرآن الكريم، تصحب كريما. إذا صدق الإنسان في صحبته مع القرآن، وأظن أنتم قد من الله عليكم بحفظ القرآن، قد حصلت منكم صحبة. يعني أنا لست حافظا القرآن طبعا، لكن كانت بداية صحبتي حببت إلي التلاوة فقط، مجرد التلاوة. وكنت أجلس أقرأ منذ أن أصحو إلى أن أنام، منذ أن أصحو إلى أن أنام.
يعني مثلا في سنة من السنوات كان رمضان، أقوم مثلا الساعة 10 قبل الظهر، أقوم أقرأ قرآن، أصلي الظهر أرجع أقرأ قرآن، أصلي العصر أرجع أقرأ قرآن، أصلي المغرب أرجع أقرأ قرآن، أصلي العشاء والتراويح أرجع أقرأ قرآن. بس ما كانش فيه تدبر ولا كان فيه، بس كان فيه كذا رغبة تلاوة بس، إلى حد أنه كنت أختمه بيوم، وأظن لو قسمت الوقت هذا هو بيختتم معك بيوم. يعني لو عملنا حساب أنه الجزء كم بيأخذ مننا 20 دقيقة مثلا في القراءة، في قراءة الحدر السريع كذا بتختمه. إذا مشيت بهذا النمط بتختمه ببساطة يعني. حتى ما أدري إيش المؤشر اللي أصبح عندي كذا، إنه خلاص انتهت فترة التلاوة. بدأت أنا أقرأ القرآن يظهر لي بعض العيوب اللي موجودة عندي، وكأنه يقول لي القرآن مش تقدرش تمشي معي وانت في بك هذه العيوب. وكان من أخصها الكذب. يعني تخيلوا واحد في أصحاب القرآن هو كذاب، ما تجيش خالص. يعني لاحظوا القرآن لما يقول والذي جاء بالصدق، وأكيد محمد بن عبد الله جاء بدين كامل. ليش سموه الصدق بس؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يا أخوة هذا القرآن يهدي الصادقين، أما من الكذابين يضلهم. الكذابين خلاصة تدينهم يطلع نفاق، وبالتالي لازم واحد يحرص أنه هو يصحب القرآن أن لا يمارس الكذب. هذه كانت أعم بلوى رأيتها، يعني أعم بلوى. وإلى درجة أنه طبعا لأن أنا مهندس ويغلب علي الحس الهندسي، كان أحيانا يجيبوا لنا آلات جديدة تجي تشوفها ما تشتغلش، وانا مهندس كانوا يجيبوا لي الآلة هذه يشوفها أقيس هذه سليم هذه سليم كل شيء سليم، إيش المشكلة بالله؟ وكنت أعكس هذا الحدث على شخصية المسلم المعاصر. أقول يعني تشوف الإنسان يصلي، تشوفه يصوم، تشوفه يحج، تشوف يقرأ قرآن، أموره كله تمام، فين مشكلته؟ وأجي يشوف أحيانا إنه في وائر واحد مفصول، أقوم أرجع الوائر هذا تشتغل الماكينة. فظليت أبحث عن الوائر المفصول في المسلم المعاصر يشوف، وإذا به الكذب. مجرد أن يعود الإنسان إلى الصدق بذاته كذا جعله الله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية هداية يهديه إلى البر. يعني لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني لو في رسام كذا وطلبنا منه يرسم هذه الألفاظ النبوية، أنا أتوقع كذا، أنا ما نشر رسام لكن أتخيل كذا إنه بيعمل بوابة بيكتب فوقها الصدق رحمة الله، وبيعمل خط من وراء البوابة هذه مستقيم بيكتب فوقه البر، نهاية هذا الخط الجنة. يعني البوابة للدخول إلى الجنة ليس إلا هذا الخلق. وطبعا الحديث هذا ما مش للكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ما عيرش النبي صلى الله عليه وسلم الكافر إنه كذاب، ليس بعد الكفر ذنب. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي للجنة. ولما تيجي تشوف ما هو البر حسن الخلق الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممه. وأي خلق بغير صدق. ولاحظ بقية الحديث: وإن الكذب، برضو لو أردنا أن نرسم، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. برضو لو رسم واحد بوابة وكتب فوق الكذب بعد خط اسمه الفجور هذا يهدي إلى النار. يعني أي واحد دخل من بوابة الكذب وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وفي الآخر يطلع منافق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. هذه رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم نفس الألفاظ، فيها زيادة: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هو منافق. ولما تيجي تشوف خصال الفجور هي في الحقيقة كلها كذب بس مغلفة. كيف يعني كذب مغلف؟
لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، هذه كذب معروف. وإذا وعد أخلف هي أيضا كذب، بس مقتضى الحال سمي خلف وعد، لكن في حقيقة أمرها كذب. كيف يعني؟ أنا وعدت واحد إن أنا أعطيه شيء ثم لم أعطيه، هي كذب، لكن سمي خلف وعد. وعدت واحد إن أنا ألقاه ثم لم ألقاه، هي أصبحت كذب في الأخير. ولو أخذت كل خصال السوء بتجدها في أصلها كذب بس مغلفة بلسان الحال، فأصبح لها اسم. على سبيل المثال الفرار من الزحف. الفرار من الزحف كيف نعرف إنه كذب؟ الواحد لما راح يجاهد ايش يشتي؟ لما ذهب الى الجهاد ماذا يريد؟ يريد الشهاده. فان كان صادقا في ذلك ما يشفرش. لما انفر يعني هو كان كاذب في ادعائه انه يريد الشهاده. فبتلاحظ كل خصال السوء اصلها الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح هذا القيد وقال ان الصدق يهدي الى البر، وقال ان الكذب يهدي للفجور، لبيان هذا الامر. والصدق هكذا سيأخذ الإنسان إلى جميع فضائل إلى جميع فضائل حسن الخلق. دعونا نفترض كذا مثلا إنه استوى خلاف بين اثنين وهم الاثنين صادقين، وقد تقول الأول هذا حقك وهو مش حقه طبعا، يقول لك لا لأنه صادق. انتهت المشكلة، ما بقاش مشكلة خلاص. لكن لأنه كذاب تبدأ الأمور والمشاكل واثبت والدعي وكلام من هذا النوع. فأقول لأخوة يعني بعد صحبتي للقرآن، يعني عودة مرة أخرى للصحبة، إن جاز أن أقول لي صحبة، يعني أنا أتشرف بأن تكون لي صحبة مع القرآن. فترة التلاوة بدأ القرآن يظهر لي هذه الأمور، وكأنه يقول لك علشان تسحبني لازم تكون على حسن الخلق، وأول حسن الخلق أن تكون صادقا. ولا أدور لك، لأنه لاحظوا القرآن لما يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وكاذب كفار، يعني كذا خذها بالواحد زائد واحد يساوي اثنين. القرآن نفسه يحذرك، يقول لك خلي بالك إذا استظل على خلق الكذب أنت تمشي في طريق، لأنه هذا القرآن فيه خاصية عجيبة، يعني فيه خاصية إنه يهدي ويضل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقون. فنشتي نصحب القرآن بشرطه، وأول شروطه أن نكون على هذا الخلق، نجاهد أنفسنا ما استطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الأمر بالمجاهدة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خلاص إذا أصبح صديقا، على فكرة صديقا آخر منزلة من منازل الصالحين ما بعدها إلا النبوة. لاحظوا لما يقول القرآن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. النبوة أعلى من الصديقية. طيب ما لازمت ذكر الصديقية؟ النبوة أعلى من الصديقية، ما لازمت ذكر الصديقية؟ لا، يقول لنا القرآن هذا ما وصلش إلا من هذه الطريق. ما كان له أن يكون نبيا إذا لم يكن على هذا الخلق، ما كان له إطلاقا. إنه كان صديقا نبيا. فيبدأ القرآن يظهر لك بعض عيوبك، وهذه أخص العيوب، وتشعر كذا أنه القرآن كله وأنت تقرأه من الفاتحة إلى الناس جالس يدق على هذا الباب بس. فإذا صدق الإنسان في مجاهدته لنفسه وأنه فعلا يريد أن يتخلص من الكذب وعلم الله صدقه، يبدأ القرآن يأخذ بيده. فكما ترون يعني المسألة، الصحبة الأولى كانت في التلاوة، الصحبة الثانية كانت في أنه القرآن بدأ يوضح لك بعض العيوب اللي ينبغي أن تتخلص منها. فإذا صدق الإنسان في ذلك بدأ يظهر في تعامله مع القرآن مناسبة الحال. كيف يعني مناسبة الحال؟ تجد كأنه الآية دي فصلت لك أنت، تناسب حال تعيشه تماما. كيف برضو يعني في فترة من الفترات الصحبة هذه كان يحبب لي بعد العشاء أن أنا أجلس في السقف وأجلس أنظر في السماء فقط، رغم أنه لا عندي في علم الفلك ولا ما نشدري إيش اللي يشدني نحو السماء. جلست أتفرج للسماء كذا ساعة ساعتين،
وأعيش حالة من بس أتأمل للسماء، وجلست فترة على هذا الحال. صور كذا وأنت تقرأ القرآن وهو يقول لك قد نرى تقلب وجهك في السماء. صوروا كذا، والله لما حسيت بهذه الآية بكيت، إنه أنا هذه الآية تخاطبنا، هذه الآية تحاكي حال أعيشه أنا مع القرآن. هذه الآية كأن أنا قد قرأتها كثير من قبل، إيش معنى في المرحلة هذه ظهر لي هذا الظهور الجميل. فيبدأ يظهر معك موافقة القرآن لأحوالك، تعيش أحوال معينة. مثلا حال آخر أجيبه كشاهد، سويت لي فترة طبعا من الانقطاع عن العمل، انقطعت عن العمل، تركت العمل في مطار الحديدة وروحت وجلست في البلاد لظروف ما في داعي لذكرها. حتى قيل أنني مجنون، واستغربوا أصحابي يعني ما كنت أنا الحمد لله ناجح في عملي، كنت المدير الفني في المطار وما كانش عندي مشكلة خالص، بس ظروف استدعت أن أنا أجلس في البلاد. وبالمناسبة عملوا لي رسالة اتحاد أدباء كتاب الحديدة إلى صديقنا الذي ذهب ولم يعد، لقد شطب اسمك من سجل الحافظة الحضارية في مواجهة الباطل، ومن هذا الكلام حق الأدباء يعني. فجابوا لي للبلاد، ما ذكروش أسماء، يستأذنوني في أن ينشروها. قلت لهم كان ممكن تنشروها دون أن تستأذنوني، لأنه ما فيهاش أسماء ولا فيها حاجة، لكن لا بأس ما دام قد أتيتم بها دعوني أرد عليكم. ولاحظوا الواحد لما نتفاعل مع القرآن ما يسكيش يرد إلا من القرآن. فقلت له اكتب، قال ما أكتب؟ قلت له اكتب يا أخي الكريم صديقي العزيز، إذا وجدت نفسك في مجتمع قاعدته إخوان يوسف بمبدئهم الذي يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يبتغون الصلاح بقتل أخيهم. وقمة المجتمع امرأة العزيز بمبدئها الذي يقول لئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وحلقة الوصل ما بين القاعدة والقمة تجار الرقيق الذين يبيعون أبناء الأنبياء بمبدئهم الذي يقول يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. صديقي العزيز، إذا وجدت نفسك في مجتمع هذا قوامه، فأفضل اختيار أن تختار ما اختاره يوسف عليه السلام وتقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فطبعا نشروا المقال مع الرد في صحيفة الجمهورية حينها، وكان الحال العام في المجتمع هذيك الأيام علي سالم البيض لما كان معتكف قبل حرب الانفصال، وعلشان يوضح انه المقال ما لهش بعد بالسياسة وما لهش علاقة بالسياسة عملوا مقدمة أكثر من المقال انه ده ما لهش علاقة بالسياسة، ما هوش موضوع سياسي، ما هوش بقدر ما هو كلام أدبي أكثر منه يعني تبرير. تبرير. فقلت لهم ما كنتمش محتاجين، لأنه الكلمات نفسها تعبر عن نفسي أصلا، تتكلم عن واقع عام. فيبتدئ القرآن كذا تشعر أنه يخرج في كلامك، يحاكي مشاعرك، يحاكي مواقفك. الشاهد الآن الأقوى وهو أنه قيل عني أنني مجنون. ممكن أستاذ لفتة صغيرة، لو قد أردت القضاء النزيع العادل ثم تبين لهم بعد ما رأوا الآيات الله يكرمك، هذه فائدة. فبدأ الناس في القرية عني يتكلموا أنني مجنون، وأنا ارتحت بذلك لأنه هذه صفة وصف بها الأنبياء عليهم السلام. فقلت والله هذه شهادة نعتبرها. بس بدأ الشيطان يشغلني، لو دروا أولادك الصغار، تخيل أولادك الصغار تدخل عندهم وهم في مخيلتهم أنك مجنون، أيش الحالة اللي بيعيشوا مني. فهذه أرقتني، أتعبتني كثير يعني، وكنت أعاني منها وأقول يا رب يعني لا تصل هذه الفكرة إلى أولادي أو يعرفوا هذه وأنا أعيش هذا الحال. صوروا كنت لما نقرأ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، ما أقدرش أكملها، أبكي على طول. تشعر أنه دي الآية كده مفصلة عليك، مفصلة على حالك. فتشوف أنه أنت تصحب القرآن تدخل معه في أطوار مختلفة من التفاعل بعد ذلك تجد يبدأ القرآن. يعني أنا أشرح الآن تجربتي، قد لا تحصل مع كل واحد،
لكن قد يستفاد منها أيضا. بدأت تشعر أنه القرآن يوظف عقلك، أنه مطلوب عقل موظف علشان يفهم القرآن صح. فابتدأ يظهر عندي الالتفاتات في القرآن الكريم، الالتفات في السياق، وهذا كلام تكلم عنه الكثير يعني في من القدامى المفسرين، الالتفات في اللي يسموه الالتفات في السياق. وكان يظهر بقوة هكذا، أنه انتقل القرآن من موطن إلى آخر، من موطن إلى آخر. وبدأت تنتبه للمسألة هذه، كيف إيش في حاجة مهمة هنا القرآن يلفت انتباهي إليها. مش مطلوب منك أكثر من أنه أولا يتكون عندك هذا الحس أنه القرآن كان يتكلم عن قضية انتقل إلى أخرى. مطلوب منك فقط أن تشعر بهذه الانتقال، أن القرآن انتقل. وطبعا كانت هذه صعبة شوية. ليش؟ لأن خاصية عقلية، فكان لابد من ممارسة لها. علشان أمارسها بدأ، علشان أصل إليها كان أولا لازم تتشكل خاصية المتابعة، لأنه مش تعرفش الانتقال إلا إذا كنت متابع. كيف يعني؟ برضو مش فاهمين. أيوة، لاحظوا أن أتكلم عن قضيتين الآن، متابعة وانتقال. يعني مثلا وأنت تقرأ القرآن، هل عندك خاصية المتابعة بحيث أنك تتابع القرآن في النقطة حتى ولو لم تركز على معاني الكلمات؟ مثلا وأنت تقرأ قصة يوسف عليه السلام كشاهد، هل تجد نفسك كذا لما تقرأ من الأول للآخر ما شردش دينيا؟ فبدأت أعيش هذا البعد، أقرأ ومسكت قصة يوسف بالذات، جت معي هكذا يعني، تركبت معي أنه أتابع قصة يوسف. ليش؟ لأن قصة مكتملة الأحداث. كان في البيت مع أبوه، وبعدين أخذوا أخوته رقموا أبوه البير، تجد نفسك تتابع، وصلت لعند البير، دخلت في موضوع ثاني، تكتشف أنك قدك مخلص القصة وأنت فصلت من لما رقموا أبوه البير. إذن أعيد مرة ثانية، أظل أعيد وأعيد السورة. هذه متابعة، لأنه المتابعة هي اللي توصلنا إحنا للشعور بالانتقال. حتى وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه أعيش السورة كاملة. يعني إذا حصل خروج بسيط كده بسرعة يحصل العودة في نفس الآية. فشعرت أنه المتابعة تشكلت. لما تشكلت المتابعة بدأت فعلا أشعر بالانتقال هذا اللي يحصل في نقلة تخلي العقل زي ما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله يدير الرؤوس، كلام يدير الرؤوس كده. تخيل أنا أضرب له مثلا ساعات دوامة، كيف يعني؟ إيش تقصد؟ شوف مثلا لما يقول القرآن الكريم وغلقت الأبواب، إيش تفهم من البعد هذا؟ شوف الشدة على اللام أولا اللي يفيد الحرص في التغليق، وبعدين الأبواب. أنت تتكلم عن قصر الآن، يعني أني حرصت على إغلاق كل باب وبإحكام. واستوى الحدث في عمق القصر في غرفة النوم، خلينا نقول. واستوى الحوار بينه وبينها، قالت هيت لك، قال معاذ الله. انتهى الأمر بهم لا فين؟ إلى أنه استبق الباب. لاحظوا احنا كنا عند أبواب في المتابعة، الآن في ذهننا كان أبواب، انتقلنا الغرفة استبق الباب. ولما كان في ذهننا الأبواب، إيش كان في ذهننا؟ تخيل أيضا أنه ما فيش حد في القصر خالص، لأنه الشدة اللي على اللام تفيد أني كانت حريص أنه ما يكونش في حد موجود. وتحصل المفاجأة هذا، وألفيا سيدها لدى الباب. هنا في نقلة نوعية تخلي العقل غصبا عنه يوقف. هنا إيش فيه؟ كيف قبل شوية وأنا أشوف القصر هذا ما فيه مش حد والأبواب كلها مغلقة، واجد نفسي في الأخير عيش القصة. وطبعا هنا القصة القرآنية ما فيش أي ضرر من الاجتهاد فيه به. مثلا واحد بيجي يقول لك لما تغلقت الأبواب، الرجال كان معه جواسيس، كلموا النوع قال له مرتك غلقت الأبواب، في حاجة أكيد. هذه احتمالات تظل. أجا الرجل معه مفاتيح، فتح ودخل، إيش المشكلة؟ ما تقدرش تقول لواحد إنه ده مش صحيح. وليس هذا قول في القرآن ما ليس فيه. يعني القرآن تارك مساحات للعقل البشري عموما يقول ليسي، وبالذات في القصة القرآنية. فتشوف هنا حصل انتقال، وغصبا عنه العقل لازم يشعر بهذا الانتقال. ايش اللي حصل؟ طيب لفتة ثانية، انتهت القصة فين؟
في قول العزيز كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. القصة محصورة في 4 أشخاص: يوسف عليه السلام، والعزيز، وامرأة العزيز، والشاهد. مش كده وانت تتابع القصة. شوف النقل الآن: قال نسوة في المدينة امرأة العزيز. كيف وصل الخبر هذا؟ كيف وصل الخبر للمدينة؟ والقصة محصورة في قصر مغلق وبين 4 أنفار. شوف هذا الالتفات اللي حصل يخلي العقل لا تمر على مواطن مثل هذه دون أن تدركها، إنه حصل كده في تساؤل لازم تقف معه وتصور. الآن يحاول العقل إنه يربط هذا الانتقال كيف حصل. يعني القصة انتهت بين يوسف عليه السلام والعزيز. يوسف بيتكلم؟ مش معقول بيتكلم، حاشا. العزيز يتكلم؟ شو قول مرتي سوت مع الولد كده؟ ما أظن شيء. الشاهد يرضي يعاد على أرجح الأقوال أن الشاهد طفل برضه، مبالغة في الكتمان، ما بقيش إلا المكلم هي اللي تحكم كذا. العقل يحكم. والنسوان في بين هذه الخاصية، تقول لصاحبتي بقول لك حاجة كمش تقولي لحد، وهذيك تقول لصاحبتي وكمش تقولي لحد، وهذيك تقول وإنه البلاد قد اشتعلت وبرضه ما حد يقدر يقول لك لا. هذا احتمال وارد. طيب شوف الالتفات برضه، الالتفات اللغوي هنا. ليش ما قالش قالت نسوة في المدينة رغم انه نسوة تأنيث؟ ليش قال ما قالش قالت؟ برضو هذا التفات لغوي الآن. تدري طبعا وانا اعيش الموضوع هذا، وجلس طبعا طرح في المجلس حقي رواد المجلس حقي مثل الاخ صفوان وغيره يجون عندي نخبه يعني يجوا ونطرح معهم هذا المواضيع. اعجبني واحد منهم كذا قال لي لا لا لا، في طبعا في اللغه يقولوا يجوزوا تأنيث التذكير وتذكير التأنيث، يعني في تجويز لغوي ذا، بس تحس انه كلام تشله غصبا عنك يعني. فيقول لي لا 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 ما هيش القصه كذا. قلت له كيف؟ قال لي هنا الرجال اللي يحكمين اصلا، ولذلك القرآن يعطيهم خاصية الذكورة هنا فيقول قال ولم يقل قال. قلت لهم فين استنبط هذا؟ قال لي من كيف؟ حكمين على الرجال بالسجن وسجننهم ما حدش قال لا. يعني هنا اللي يحكمين. شوف على جمال في القرآن يصبح حتى لو الفهم هذا ما هو بعينه، لكنه يظل احتمال وارد يعني. وفعلا في بالقصة ما يشير إن هنا اللي يتحكمين بالأمر، لا يسجنن ويكون مصغرا وسجنوا زي ما قالت يعني. فتشوف انه يبدا عندك يظهر خاص بعد ما تبدا تلتفت يعني تشعر بالالتفات القراني علشان تجيبه تدري، لانه لازم تتكون عندك خاصيه اخرى وهي خاصيه المتابعه علشان تبدا تدرك الانتقال. فبدات القصه معي في يوسف، يعني تلاحظوا من خلال قصه يوسف ادركتم ايش معنى المتابعه وايش معنى بعد ذلك الشعور بالانتقال. وجدت بعدين القرآن الكريم يفتح لي سورة ثانية كأنه يختبرني، وهي سورة الشعراء. سورة الشعراء معظمها قصصية، وتجد في بها أكثر من قصة، مش زي قصة يوسف قصة واحدة، في بها أكثر من قصة. مثلا تبتدئ القصة بقصة موسى عليه السلام، وتنتهي قصة موسى عليه السلام فين؟ في البحر، إنه ضرب البحر وأهلك الله فرعون وينتقل القرآن لا فين؟ لا قصة أخرى اللي هي قصة إبراهيم، ويعمل لك فاصل بين القصة والقصة. في نهاية القصة الأولى يقول لك إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم. يلا وتظل ظليت أعيد السورة مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى حتى وصل الواحد، لأنه فعلا انتهي من القصة دي بمجرد ما يصل إلى قوله إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن ربك يعرف تلقائيا إن القرآن سينقله إلى قصة أخرى، تدخل مع القصة الأخرى تتابع لما تصل إلى نهايتها، وهكذا. تحس إنه القرآن كأنه مفصل كذا بآياته وبسوره يجي معك يشكلك. إنجاز أن نشبه زي الماء والأواني المستطرقة. تعرفوا الأواني المستطرقة؟ يعني في أنبوب ملتوي كذا، وفي أنبوب مستقيم، وفي أنبوب منتفخ، وفي أنبوب مربع. لما تسكب ما داخلهم الماء يتشكل بشكل كل أنبوب، وهو نفس الماء هذا يتشكل الماء في بوب استقامة زي طبيعة الأنبوب،
وهذا يتشكل في القرآن الماء بالتواء زي طبيعته، وهذا ينتفخ الماء داخله بشكل دائري بطبيعته، وهذا الماء يتشكل بشكل مربع. تشعر كده أنه القرآن يتفصل معك بما يتناسب مع تركيبة عقلك. هنا تدرك إيش معنى أنه القرآن هذا هدى للناس جميعا، يعني ما هو لشخص معين لوحده. بدأت بعد ذلك أدخل قصة أخرى أو سورة أخرى، وهي قصة سورة القمر. الفاصل أقصر أصبح، يعني تجد في عدة قصص بس 5 آيات 6 آيات، مش زي سورة الشعراء القصة كبيرة، سورة يوسف كاملة. لا، هنا يجيب لك مقطع من القصة وخرج منها إلى قصة أخرى، بس ما بين المقطع والمقطع برضو يكرر لك عبارة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ودخل لك بالقصة الثانية وعمل لك بالقصة الثانية كم آية وقال لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل ما هو مطلوب منك انك تشعر بالانتقال هذا، انه انتقال القرآن، انتقال. لما تجي معك هنا لاحظ، وخاصية المتابعة والانتقال في القصة سهل للعقل. تبدأ لما تنجح في بها كذا تشعر انه القرآن بدأ يختبر الخاصية هذه في بك في غير القصة. مثلا تجد في الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يجيب لك مقطع عن خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار. لما ننتهي من المقطع هذا وقال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وانتقل إلى موضوع ثاني وقابل لك الموضوع الثاني كم آية فيه وقال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وانتقل إلى موضوع ثالث، وهكذا. حتى أحيانا تجد بين النقلة والنقلة آية واحدة مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتحس إنه في أصبحت عندك خاصية الشعور بالانتقال موجودة. تجي تشوف بعدها المرسلات، مثلا المرسلات يجيب لك مقطع، بعد المقطع ايش يقول؟ ويل يومئذ للمكذبين. وجاب لك مقطع ثاني يتكلم عن الإنسان يدخل الجنة يروح النار. كل ما انتهى من مقطع يقول لك ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فتشعر كذا إنه أصبح عندك خاصيتين عقليتين الآن. الخاصية الأولى المتابعة، والخاصية الثانية الشعور بالانتقال. الشعور بالانتقال يا أولاد هذه بس لما تعيشي فقط هاتين الخاصيتين ترى في القرآن متعة عجيبة، حتى لو ما انتش فاهم معاني الكلمات. مجرد شعورك انك بس متابع مع القرآن ما فصلتش. لأنه بتجد ايش علة الإنسان في الصلاة؟ الشرود. إذا قد تربى على هذا التركيز والعيش مع القرآن بهذه الطريقة ويقرأ الجزء النص الجزء كما وهو ما يخرجش، هذه يا أولاد خاصية ما هي سهلة أن يصل الإنسان إلى أنه تتشكل عنده هذه أو تتوفر عنده هذه. طيب تعال الآن نشوف المتعة وأنت تعيش سورة هكذا وتحس بالانتقالات هذه. مثلا السورة اللي بعد عما إيش اسمه؟ النازعات غرقا والنشطات نشطات. هذه فيما نعرفه من معطياتنا إن إيش؟ مسميات الملائكة. فالمدبرات أمرا. أنت الآن عايش مع مسميات مختلفة من الملائكة وأنت تتابع هذه لها غرض وهذه لها غرض، وعادوا كذا عقلك يبدأ يدخل بعد الملائكة وعالم الملائكة. وإذا بالقرآن ينقل لك النقلة هذه العاصفة يوم ترجف الراجفة. شوف لها في النقلك إلى يوم القيامة نقلة تتبعها الرادفة. هذا تشعر كذا أنه قدك برعب القيامة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واقفة أبصارها خاشعة. شوف النقلة الآن يقولون إنا لمردودون في الحافرة. لا تنرجعك، لا الوقت اللي نزل فيه بالقرآن. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة. شوف النقلة الآن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السائر. رجعوا له يوم القيامة ثاني مرة وهو عاد يبدأ يستلم القيامة. هل أتاك حديث موسى؟ رجعك لا فين للتاريخ القديم. فتحس كذا وأنت تعيش هذا البعد فقط تدرك أنه انتقل من هنا انتقل من هنا انتقل من هنا. هذه الانتقالات لها معنى بديع وعجيب وفيه علم غزير. هذا تشكيل العقل. هذا في بعد تشكيل العقل. نعم الآن القرآن يشكل عقلك كيف تصل إلى فهمه. تشوف الآن خلوا احنا نأخذ فقط استفادة من الالتفاتات هذه. لاحظوا مثلا لما نقول القرآن يا أيها الناس
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. إيش بعده؟ يرزقكم. هنا في عصف مش إلا نقلة. كيف؟ أنا كنت أتوقع يقول لي هل من خالق يخلقكم. إيش بعد هل من خالق يرزقكم؟ ولا يقول لي هل من رازق يرزقكم. ليش قال هل من خالق يرزقكم؟ لاحظ الآن إدراكك للانتقال هذا إيش بيخليك تعمل؟ توقف مع الالتفات القرآني هذا وتشوف إيش القصة. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وانت جالس كذا تفكر في الموضوع تجد إنه مسألة الخلق في وحدانية. الكل حتى الكافر مسلم بوحدانية الله في الخلق. ولئن سألتم من خلقهم فيقولون الله. كأن القرآن يقول لك كما أنك مسلم بوحدانية الله في خلقك فلتسلم في وحدانية الله في رزقك. وأن الرزق كما الخلق لله وحده. شوف الآن إيش العلم اللي يخرج من الالتفاتة. طيب انظر لقوله تعالى مثلا، أو بس علشان أبين لك إنه لما تبدأ تدرك إنه في التفات حصل. الالتفات هذه في بعلم مطروح، يعني ما تمرش منه كذا ما استفدتش منه. انظر لقوله تعالى مثلا في الإخبار عن سبأ، جنتان عن يمين وشمال. بداية الآية ايش تقول؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقف مع الآية دي كذا شوية، خليك معي. أنا أتخيل كذا الآن إنه المسكن بتركيبته المعمارية آية من آيات الله، بتركيبته المعمارية بس. في مسكنهم آية. وبعدين ضيف لك البعد الجمالي هذا، جنتان. أضاف للآية في المسكن بعد المناطق الخضراء هذه. جنتان عن يمين وشمال. برضو لو في رسام برسم لنا لوحة غاية في الروعة. طيب كلوا من رزق ربكم واشكروا له. السياق ماشي طبيعي، إنه ناس شاكرين بأنعم الله، بلدة طيبة على هذا الوصف. ورب هنا في عصر بالعقل. ليش رب غفور؟ أنا أتوقع أن يقول رب كريم ورب شكور. ليش رب غفور؟ ملاحظين معي ولا لا؟ ليش قالوا رب غفور؟ شوف ايش من كلام بتخرج فيه بس من الالتفاتة دي. تجلس تدور يمين شمال، لأنه يعني هنا المهم في القرآن يا أولاد إنه لما نبدأ ينبهك لقضية ما تفتش من جنبي. يعني تخيل واحد يلفت انتباهك للقضية وتمر منه ما تعبرهاش، يقول لك هذا ما هوش ناوي يتعلم ولا هو عنده غرض. لكن لما تحصل الالتفاتة هذه عندك أوقف. في سؤال في القرآن أوقف، سؤال أوقف جاوب عليه. سنعود إلى ورب غفور، بس هذه النقطة المهمة. لما نقول في سؤال في القرآن لا تمرش عليه. مثلا تجد في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام السؤال يطرحه لقومه وهو يقول فما ظنكم برب العالمين. هنا في سؤال طرح. تجد العقل التقليدي يفوت المسألة بتلقائها، يقول لك ولقد قال إبراهيم الخليل لعبدة الأصنام فما ظنكم برب العالمين ومشى. طيب السؤال موجه لك أيضا أنت، لازم توقف وتقول فعلا ما ظني برب العالمين. أنا شخصيا ما ظني برب العالمين. ومهم جدا أن أنا أجاوب على هذا السؤال. ليش؟ لأنه سيترتب عليه معاملة الله لي. أنا عند ظن عبدي بي، فمهم جدا أن أقف عند هذا السؤال وأجاوب عليه، أقول أنا ظني برب العالمين كذا. طيب عودة الآن إلى قصة أصحاب سبأ. بلدة طيبة ورب غفور. طبعا الكلام اللي سأقوله قد لا يكون هو القطع، قد تقول أنتم كلام أجمل منه، وأنا جالس أدور إيش معناه ورب غفور، إيش معناه. رجع عند بلدة طيبة، وش تدرك إيش معنى رب غفور؟ كيف يعني؟ ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها. ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها. ولما تعمل استبيان مش محلي عالمي، من هو الإنسان الطيب؟ ستجد يكاد يكون هناك إجماع إنه الإنسان المتسامح اللي يغفر الزلات ويعفو عن الآخرين. إذن أجمل خاصية في الطيبة هي هذه. الله يقول له نعاملك بالمثل ورب غفور، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا
فإن الله غفور رحيم. شوف النقلة هذه إيش عملت لك من معنى، وخليتك فعلا تشعر كذا إنه القرآن هذا يحاكي عقل ويتفاعل معه. فتلاحظ إنه يبدأ الإنسان هكذا يشعر بالانتقالات. لاحظوا إحنا الآن تكلمنا عن خاصية المتابعة والانتقال، وخاصية الانتقال فيه علم كبير. يعني تجي تشوف مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا كآخر نقطة في الانتقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيش بعده؟ هنا أنا حصلت عندي شكة. ليش؟ فليستجيبوا. أنا كنت أتوقع أن يقول فليدعوني، صح ولا لا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أنا كنت أتوقع أن يقول فليدعوني، ما تمرش مني ذي وقاف. ليش قال فليستجيبوا لي؟ وانت ايش الموضوع هذا وتدخل في موضوع الدعاء وتفاصيل الدعاء. الله يتضح لك انه ربي هو اللي يدعوني، احنا هو اللي يدعوني احنا عشان ندعو. مثلا في تنزله جل في علاه في الحديث انه ربنا يتنزل الى السماء الدنيا متى؟ بتوقيت من؟ ما قالش بتوقيت مكة، صح؟ الآن في ثلث أخير من الليل ولا لا؟ في الأرض الآن في الأرض في ثلث أخير من الليل. في كل لحظة تجد أنه في ثلث أخير من الليل. في التنزل هذا ماذا يقول؟ طبعا تنزلا يليق بجلاله وكماله لا يتنافى مع استواءه على عرشه. ماذا يقول في هذا التنزل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ يعني من اللي يدعي الثاني؟ الله اللي يدعونا. هنا تدرك إيش معنى قوله فليستجيبوا لي. تدرك جمال الله وعظمة الله من خلال هذا الانتقال الجميل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب الحقان الالتفات موضوع شيق، ولذلك أقول هذا آخر مثال، لكن أجد كأننا محتاج زيد مثل. انظر لقوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. أنا أتوقع يقول هو المجيب لا إله إلا هو فادعوه. إيش هو الحي؟ شوف لما تعيش الانتقال هذا وتعاني منه ما تتركوش، تجلس تطرحه للآخرين تسأل فيه بوتا. صور وأنا أعيش هذا الموضوع. ليش قال الله هو الحي فادعوه؟ لا يوم كذا يعني تصور كذا ربي يعلمك يعني واقف قدام ماكينة من هذه الكاش اللي تأخذ فيه الفلوس حق الراتب، وفي شاب الصراف الآلي، في شاب طرح حقه الكرت وطلع له رسالة إنه ما فيش معك. طرح ثاني مرة وقال له ما فيش معك. ماكينة لو جلست الصبح تجلس الماكينة تقول له ما فيش. فقلت للشاب هذا، قلت له تخيل لو بدل الماكينة هذه أمين صندوق حي ما هوش آلة، توقع أنه بيجلس كل مرة يقول لك ما فيش. قال أنا أقول شو رحمنا شو سلفنا شو ندي لي حق واحد. قلت له الله يجزيك الخير يا ابني، أنت عرفتنا الآن معنى آية. قال لي شيء؟ قلت له هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. هو الحي. عرفتم القصد بصلة الرسالة؟ إيش معنى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه؟ فتحس إنه أنت لما تبدأ تدرك فعلا تصبح عند عقلك خاصية الشعور بالانتقال، وخاصية الشعور بالانتقال كما رأيت ما تصلحش إلا بعد خاصية المتابعة. تبدأ تدرك هنا إنه في كلام القرآن الكريم طارح لك وعلم لك خاص، علمك أنت خاص بك. أذكر كذا شيخي هذا اللي حدثته عنكم رحمه الله، كانت قضيتهم عن القرآن فقط. يعني كنت لا تجد في طاولته وجالس في مجلسه هكذا إلا القرآن الكريم بس، يفتح كذا القرآن ويتكلم فيه بما يفتح الله عليه. وكان عنده خاصية عجيبة أكرم الله بها. كان أحيانا يقف عند آية ما تقدرش يفك لها نهي، يجلس يدور عليه وقال يا أولادي خلاص روحوا بكرة إن شاء الله بيفتح الله بيجي الشيخ الليلة. وكنت أنا أسمع كلمات الشيخ هذه وتشكل عندي فضول كبير. تعرف منو شيخي يعني؟